البحر خنق ناس في المغرب، وفي مصر الشواطئ اتقفلت فجأة، والناس بتسأل هو البحر جراله إيه؟ القبطان المصري طلع في فيديو بيقول البحر مش طبيعي، ودراسات بتأكد إن درجة حرارة البحر الأبيض زادت 5 درجات مرة واحدة. هل ده تمهيد لتسونامي؟ ولا في حاجة أكبر بتحصل؟ لو أنت من الناس اللي شايفة إن في حاجات غريبة بتحصل حوالينا، يبقى الحلقة دي ليك، لأن اللي هنقوله هنا مش أي حد يقدر يقوله. في أول تعليق هتلاقي حلقة كاملة عن سلاح المناخ، اتفرج عليها بعد الحلقة دي. نبدأ من مدينة الصخيرات في المغرب، المكان الهادئ اللي فجأة تحول لساحة هلع واستنفار طبي. حوالي 50 حالة اختناق حصلت للناس وهم قاعدين على الشاطئ. واحدة ست بتصرخ، ولادي مش قادرين يتنفسوا. شاب بيجري على الإسعاف، الحقونا احنا بنموت. المصابين اتنقلوا لمستشفى لالا عائشة بتمارة، وكلهم بيشتكوا من نفس الأعراض: سيلان في الأنف، عطس هستيري، جفاف في الحلق، وصعوبة تنفس. الدكاترة قالوا لا، مفيش غازات، مفيش تسريب كيماوي، مفيش سموم في الجو. طيب ايه اللي حصل؟ التحيات الأولية قالت إن السبب هو موجة الحر اللي ضربت المنطقة. بس يا صاحبي، موجة حر تعمل في الناس كده؟ التحليل الأدق بيقول إن اللي حصل يعتبر نوع من الاختناق المناخي، يعني الجو حر جدا، الرطوبة عالية جدا، والأكسجين في الهواء قليل جدا، وده بيخلي الناس خصوصا الأطفال والكبار في السن مش قادرين يتنفسوا. لكن الغريب إن نفس الأعراض دي بدأت تظهر في مناطق تانية، يعني مش مجرد مصادفة. وخليني أقول لك اللي حصل هناك مش بعيد يحصل هنا. مصر، بحر الإسكندرية بيغلي. الإسكندرية عروس البحر المتوسط بقت ماشية بعلم أحمر. شواطئ العجمي والقطاع الغربي كلها مرفوعة فيها الرايات الحمراء، يعني ممنوع تنزل البحر نهائياً. البحر غاضب، الأمواج عاتية، الرياح مش بتسكت. سرعة الرياح وصلت ل60 كيلومتر ساعة، والأمواج بقت 4 متر. الإدارة المركزية للسياحة قالتها صراحة: الشواطئ دي خطر على الناس. حتى في الشواطئ اللي مفتوحة الرايات الصفراء مرفوعة، يعني البحر بيسمح بالنزول بس بمزاجه. التحذيرات كانت واضحة: ما تتوغلش جوه البحر، خليك قريب من الشط، الأطفال يلبسوا لايف جاكيت، ممنوع العوامات والبدلات، ده مش صيف عادي، ده بحر بيقولك أنا مش على طبيعتي. والسؤال اللي بدأ يتكرر: هو البحر بيغلي؟ في حاجة بتتغير؟ في إيد خفية بتلعب في التوازن الطبيعي؟ القبطان المصري وشهادة من قلب البحر. وسط حالة الذعر والناس اللي مش فاهمة في إيه، طلع قبطان شاب مصري بفيديو على اليوتيوب وقال جملة واحدة قلبت السوشيال ميديا: أنا بشتغل في البحر بقالي سنين، واللي بيحصل دلوقتي مش طبيعي. القبطان أكد إن البحر بيصدر ترددات غريبة، وإن الأمواج بتحصل فجأة من غير سابق إنذار، وإن الكائنات البحرية سلوكها اتغير. الأسماك مش بتتحرك في الأماكن المعتادة، والدلافين بتختفي، وحتى الطيور مش قادرة تلاقي اتجاهاتها. بيقولك في موجة جاية، مش موجة مية، موجة تغيير. وإنت كمواطن بسيط طبيعي تسأل نفسك: هو ده صدفة؟ ولا في حد بيشغل زرار هناك فوق؟ ارتفاع حرارة البحر والكارثة اللي محدش بيتكلم عنها. الدراسات الحديثة أثبتت إن درجة حرارة البحر الأبيض المتوسط زادت 5 درجات تقريباً خلال ال10 سنين اللي فاتوا، وده رقم مخيف. يعني طيارات البحر بتتلخبط، يعني الكائنات البحرية بتموت، يعني الغلاف الجوي بيتحول لفرن ضغط، يعني الأعاصير بتحصل في أماكن ما كانتش بتحصل فيها، يعني الشواطئ تبقى مسمومة برطوبة واختناق. وأسوأ حاجة إن ده بيفتح الباب لحاجة اسمها الظواهر المناخية الحادة. الناس فاكرة إن التغير المناخي يعني بس الجو حر. لا يا صاحبي، ده معناه اختلال كامل في النظام الكوكبي. الجزء الخامس: هل هو سلاح مناخي ولا غضب طبيعي؟ هنا السؤال الخطير اللي لازم نطرحه: هل اللي بيحصل ده نتيجة طبيعية ولا في حاجة أكبر بتحصل؟ هل في حد بيتحكم في الطقس؟ هل ده سلاح مناخي شغال في المنطقة؟ لو متابع حلقات هاروت إكس فأنت عارف إن سلاح المناخ مش خيال علمي. في دول أعلنت امتلاكها لتكنولوجيا تعديل الطقس،
في مؤتمرات اتكلمت عن مشروع هارب وجيو انجينيرينج، وفي تقارير رسمية بتقول إن التحكم في الأمطار والرياح والرطوبة بقى ممكن. فهل اللي حصل في شواطئ المغرب ومصر هو اختبار صغير ولا رسالة تحذير؟ الجزء السادس، الناس بتسأل نفسها إحنا رايحين على فين؟ الشواطئ اللي كانت مصدر فرحة وبحر وهوا بقت مكان خطر. الناس بدل ما بتروح تصيف بترجع المستشفى. الأسئلة بقت كتير. ليه فجأة البحر بقى مرعب؟ ليه اختناقات جماعية في المغرب؟ ليه في مصر ممنوع تنزل البحر؟ هو إحنا بنعيش ظاهرة طبيعية ولا أزمة مصنوعة؟ الناس مش لاقية إجابة، بس في إحساس واحد بيجمع الكل: في حاجة غلط بتحصل ومحدش بيقول لنا الحقيقة. افتح عينيك وخد بالك، اللي بيحصل حوالينا مش صدفة. البحر مش بس مية وملح، البحر مرآة للكون، ولما البحر يصرخ اعرف إن في كارثة جاية. وركز معايا يا كاريزما، لو وصلت لحد هنا يبقى أنت مش عادي، أنت واحد من الناس اللي بتدور على الحقيقة، الناس اللي عايزة تعرف مش بس تتفرج. وعشان كده في أول تعليق هتلاقي حلقة كاملة عن سلاح المناخ، خش عليها واعرف مين اللي ممكن يكون بيشغل الزرار. وما تنساش اعمل لايك للحلقة واكتب رأيك في الكومنتات، وشير الفيديو على كل الجروبات، وساعدنا ننشر الوعي الحقيقي. احنا في معركة وعي وانت معانا فيها. ما تنساش بقى يا نجم النجوم تعمل السبسكرايب وتعمل التعليق وتعمل اللايك الجميل. وانت يا نجمة نجوم الكوكب ما تنسانيش برضو عشان الحلقة الجاية ان شاء الله توصلكم بسرعة وهتبقى ضرب نار ان شاء الله. انتظرونا في الحلقات القادمة. سلام.